أول حاجة عايزكم تصلوا على النبي، وتاني حاجة شكرا جدا على الدعم القوي اللي انتوا قدمتوه في آخر فترة. شكرا بجد ليكم، وعايز أشكر كل شخص كان سبب في تقدم القناة دي. فلو عجبك يا صديقي تلخيصنا، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل مثل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ومن غير كلام كتير، مشاهدة ممتعة. قبل ما نبتدي حلقة النهاردة، خلينا نفتكر اللي حصل في الحلقة اللي فاتت. عرفنا إن جابر قتل نجلاء ولبس صاحب المصنع الجريمة، وكمان خد منه المصنع، واتعرفنا على الشخصية الرابعة اللي باسم حسن، وإنه بيحب بنت اسمها نور. وطبعا حيرة المحقق حازم في حل اللغز بتاع الفندق. وبعد كده في آخر الحلقة بتيجي رسالة لجابر مكتوب فيها إنه عرف كل حاجة، وبعد كده بتخلص الحلقة على كده. بتبتدي بقى حلقة النهاردة بإن جابر بيرد على الشخص المجهول دوت، وبيقول له إنه عايز 4 مليون جنيه علشان ما يبيتوش بكرة في السجن. وجابر ما بيكونش فاهم حاجة، فبيقول له إنه لو ما جابش الفلوس في خلال ساعتين هيتصل على البوليس. فجابر بيقوم واخد بعضه وراكب عربيته، فبتتصل فادية عليه بخصوص الفلوس اللي اديتها له. فبيرد عليها جابر وهو متنرفز، وبيقول لها لما يبقى ليك قبض هبقى أقول لي. وبعد كده بيمشي، وبعد كده بيجيب فلوس، بس بيرد على المجهول دوت وبيقول له انه مش هيديله حاجه غير لما يتكلموا مع بعض ويعرف هو مين، والا مفيش فلوس. والمحقق حازم بيروح لمكان القصد اللي كانت زينه وصاحبتها هاله بيروحوه، وبيتكلم مع مخرج الاعلانات اللي هناك، وبيعرف انه كان مصاحبهم بتاع سنه و7 شهور، بس ما كملوش طبعا، وده بسبب حاجات كتيره منها موضوع السفر، واللي هو ان زين وهاله جات لهم فرصه تمثيل في مسلسل في دبي، واللي جاب لهم الفرصه ديت مخرج من بره. وبعد كده بنرجع لسنه 1990 لما كانت ام جابر بتتخانق مع ابوه وبتقتله قدام عيون جابر بدون رحمه. وبعد كده بيروح يقعد مع زينه وبيعرفها باللي حصل، ومن طريقه كلامه بنعرف انه بيدور على الشخص المجهول دوت وهيجيبه يعني. وبيروح جابر وسط المصنع وبيبقى بيدور على حاجه فيه، وبيبعت للمجهول دوت رساله بيقول له انه هيجيب له الفلوس على اخر اليوم. وبعد كده بيقع المحقق حازم مع ابنه ادم في مشكله بعد ما بيروح يجيبه من القسم بسبب قضيه حشيش، واللي بنعرف من ابنه انه كره ابوه جدا بسبب حادثه امه اللي كانت سبب في موتها. وبعد كده بيروح جابر في المنطقة اللي الشخص المجهول بيقوله انه يسيب الفلوس فيها، وبنعرف بعد كده انها رحاب من المصنع، فبيخطفها جابر. وبعد كده بيتكلم مع نور لحد ما بيخلص معاها، وبيقوم قاتل رحاب ومخلص عليها. بعدين بيجيب المحقق المخرج اللي كان معرف زينة وهالة انه مخرج وهيسفرهم، وبعدين بنعرف انه نصاب ومش هو كمان اللي هيسفرهم، فبيدي امر حازم بحبسه. وبنروح للاخت فادية واختها، وهم مشككين في وضع جابر، خصوصا انه قال لها انه هيجيب الفلوس على اخر الاسبوع وما جابش حاجه. وبعد كده بنرجع ل 2017 مع زوجة جابر الاولى، واللي كانت في مشاكل دايما، ولما بيزهق من مشاكلها بيعمل منها صينية بطاطس. وبعدين بيروح ابو عبلة يعمل محضر في جابر علشان مش مصدق حكاية اختفائها ديت، وشاكك في جابر ان هو اللي خاطفها. وبتظهر ادلة جديدة وغامضة في حكاية اختفاء زينة وهالة. وبعد كده بيجي محضر لجابر بيوصل له عند البيت. ساعتها بتبقى فادية واختها قاعدين، وبتخاف اكتر على فلوسها، فبتروح تقول لامه. طبعا بتتصل عليه وبتقول له على اللي حصل، فبيقول لها جابر انها ما تخافش وتلاقيها شوية تحريات بس. فبتقوم فادية مكلماه وبتقول له انها عايزه الفلوس، فبيجاوبها جابر بيقول لها انه اشترى بضاعه بيهم. فبتخاف فادية وبتقول له خلاص تجيب لها البضاعه وهي تتصرف فيهم. فبيقول لها جابر على اخر النهار تكلمه يكون فضي. وبعدين بيحكي مع زينة وبيقول لها على المحضر اللي جاله، بس هو طبعا محضر كل حاجه. تسأل عليه فادية وبتقول له انها تقول لهانم على اللي حصل بسبب انه معلقه. فبيقوم قايل لها خلاص تيجي تقابله كمان شويه. فبتروح ناحيه مصنع كده بتاعه وبتدخل، واول ما بتدخل بيقوم زقيها ناحيه صناديق ازاز، فبتضربه بواحده منهم بتعوره، بس هو طبعا بيقوم متفوق عليها وبيقوم قاتلها بطريقه وحشه جدا. وبعديها بتخلص الحلقه الثالثه على كده. الفيديو دوت كتبه يوسف ومنتجه وسجله كريم اسامه. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الاشعارات علشان يوصل لكم الحلقه الرابعه على طول. وكمان ما تنسوش تتابعونا هناك على الانستجرام، هتلاقونا اكتر هناك. وشكرا ليكم.